السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم قطايف معسلين للقلب، يجيو مقرمشين من برا وطريين من الداخل، يولموا لافراحكم ولمناسباتكم ولسهراتكم. هاد الوصفة فيها كامل اسرار نجاح القطايف. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معي لا فيديو للاخير وتستفادوا من هاد النصائح. بلا ما نطول عليكم نشوفوا مقادير الوصفة. اول شي بالنسبه للحشو، نبداو بسم الله. نحضروه، نحطو 3 كيلات كاوكاو اللي يكون محمص ومرحي، مع نص كيلة سكر ولا ما يعادل 3 ملاعق كبار. نعطروا الحشو تاعنا بالقرفة، تقدروا ديروا لافاني. نحرك هكذا بواسطة الأصابع المكونات الجافة، ونحط عليهم 2 مغارف كبار سمن يكون ذايب، ونرش شوية بمزهر حوالي نص كيلة ولا 3 ملاعق كبار حتى نتحصلوا على حشو يكون مرمل. هنايا الحشو تاعنا نخليوه مرمل، ما نعجنوهش كيما الحشو تاع البقلاوة. من جهة أخرى نحضروا القطايف. هنا عندي هاد القطايف اللي يجوا في هاد لي ساشي يوزنوا حوالي 500 غرام. ناخذ على حساب المول نتاعي، انا المول هذا اللي راح نستعمله نحتاج فيه حوالي 400 غرام. ناخذ 400 غرام تاع القطايف. وانتم اذا استعملتوا مول كبير اكثر من اللي راح نستعمله انا، تقدروا تستعملوا الكميه كامله تاع القطايف ولا اكثر، يعني على حساب المول تاعكم. نفتحهم هكذا بيدي ونزيد عليهم 2 مغارف كبار سمن ذوبته، ونزيد نفتح مره اخرى. وندخل هذيك السمن مليح في القطايف بهذا الشكل. نجيب هنايا المول اللي راح نستعمل فيه ولا اللي راح ندير فيه القطايف، ندهنه بشويه سمن ذايب، ونحط الطبقه الاولى تاع القطايف، يعني ناخذ جزء ونخلي الجزء الاخر، نقسم الكميه على 2. نفرش كامل الطبقه الاولى فوق المول وندهنها بالسمن هكذا بالبانسو، ونحط من فوقها الحشو تاعي اللي حضرته. نحاول نوزعه كامل على الطبقة الأولى تاع القطايف. كما قلت لكم نخليوه هكذا مرمل كيما الحشو تاع البقلاوة، ما تعجنوهش. ونفرش الطبقة الثانية تاع القطايف. بواسطة أي أداة تكون عندكم نضغط على القطايف هكذا باش يجوني الحبات كامل على قياس واحد ويجيني السطح مستوي. ونفس الشيء كما استعملت الطبقة الأولى ندهن بالسمن، كما تقدروا تدهنوا بالمارغرين ولا بالزبدة. يعني أنا شخصيا القطايف نحب نخدمهم بالسمن. ونقطع هنايا، نحاول نضغط مليح كي نكون نقطع. بالنسبة للمول هذا اللي استعملته عطالي 12 قطعة، كل قطعة كبيرة وتعمر العين، يعني الحبات كبار ما شاء الله. وفي نفس الوقت راني شعلت الفرن تاعي على 160 درجة، نخليهم يطيبوا لي على نار متوسطة من التحت، غير يتحمروا لي من التحت. نشعل لهم من الفوق ياخذوا اللون الذهبي ونطفي عليهم. خداو لي حوالي نصف ساعة في الطياب نتاعهم. لاحظوا هنايا وهما سخونين راح نعسلهم. عندي مزيج بين العسل تاع اللي تباع برا والعسل اللي خدمته في الدار. كما قلت لكم وهو سخون، القطايف هما سخونين والعسيله بارده. واذا عندكم العسيله اللي تباع برا فقط ديروا لها شويه مزهر وعسلوا مباشره. انا مزجت بيناتهم وزدت لها عطرتها بالمزهر وعسلت. وهنايا كتزيين راني نزين
بالمكسرات. عندي جوز ولوز، يعني هادشي كيما نتوما واش يكون عندكم في الدار واش تحبوا. نخلي القطايف تاوعي يتعسلوا لي مليح، يشربوا مليح العسل حوالي من 5 ساعات الى فوق. تقدروا ايضا تحضروهم في الليل وتقطعوهم في الصباح، يكونوا تشربوا لكم مليح هذيك العسيله. انا فقط في الفيديو قطعتهم مباشره باش نوري لكم كيفاش جاوني. لاحظوا هنايا في الاخير حطيت لهذاك المكسرات شويه عسل من الفوق، كما تقدروا ديروا له غلوكوز. نقطع تشوفوا كيفاش جاو. هنا كانوا مازال ما تشربوش مليح هذاك العسل وهكذاك، وشوفوا كيفاش راهم يبانوا يشهوا. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جاو من برا مقرمشين ومن الداخل طريين ومعلكين، جاو بزاف بنان. وصفه تستحق التجربه، ان شاء الله تجربوهم وتعطوا لي رايكم في التعليقات. حنقسم لكم تشوفوا كيفاش جاو الطراوه تاعهم، كيفاش من الفوق كيفاش راهم يبانوا. ما قلت لكم هنايا مباشره قطعتهم ووريتهم لكم. اذا كانت هذه وصفاتي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا عجبتكم اتمنى ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي تعليقاتكم، ولا تقولوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.